رفعتوا الجواز من 5 سنوات ل10 سنوات وفقا للرسوم الجديدة، نعم أو لا؟ يا سلام، نعم طبعا. رفعناه. قرار مأخوذ قرار طبعا. والرخصة لأبناء غزة من سنة ل5 سنوات صار. نعم. هذا تم اتخاذه. نعم. وجواز السفر والمعالجات الطبية، وهي أهم من كل المعالجات الطبية. قبل أسبوع أخذنا قرار إنه أبناء غزة يعالجوا زي الأردنيين، وأنا مسؤول عن هاي الشغلة. وبدي أقول لك كمان أيضا، ورفعتوا جواز السفر الغزي من 2 ل5. نعم. ورح كمان رخصة السواقة أيضا، والمساواة بالعمل، برخصة العمل من دون ترخيص يتساوى مع العامل الأردني. احنا ما، وانت بتسمع فيها يجوز اليوم سامع فيه، لكن احنا صحيح مقصرين بنشر هذه الأمور، لكن المهم انه من انت وتروح تنام تكون راضي على نفسك. خليني أصبح على معالي الدكتور ممدوح العبادي الذي نقل الخبر اليوم على لسانه. صباح الخير معالي الدكتور. أهلين، صباح الخير، كيف حالك أخ حسام؟ الله يحفظ. معالي الدكتور، انتشر خبر أن معاليك ذكرت بالأمس أن جواز الأردني تم إقرار أن تكون مدته 10 سنوات أو 10 سنوات، وأن أبناء غزة تم إقرار أن يكون مدة جواز سفرهم 5 سنوات، فنحب أن نتأكد من معاليك لأن الخبر نقل على لسانك. لا والله صحيح، 10 سنوات ما في أبدا، يعني هلا كل دول العالم جوازات سفرهم 10 سنوات. نعم. لكن لم نتخذ هذا القرار، وهذا ليس بقرار، هذا قانون يجب أن يكون. والقانون لم يتعدل بعد وغير موجود الآن، ولذلك يعني أنا مستغرب إنه، يعني أنا سئلت أكثر من مرة، بستغرب كيف الحكي هذا يعني طلع، ما بدري أنا، لكن ما في منه أبدا لحد في الوقت الحاضر على الأقل. أنا بشكرك على هذا التوضيح، وأنا بتمنى على الزملاء الإعلاميين أن نتحقق من الأخبار من مصادرها الرسمية. كل الشكر والتقدير لك. الله يسعدك. كل الشكر والتقدير لك معالي الدكتور. شكرا جزيلا.